الرحمن الرحيم. أيها الحضور الكرام، السلام عليكم. كلمتي بعنوان حقوق الإنسان في الإسلام. حقوق الإنسان هي روح العدالة ونبض الكرامة التي زرعها الله في قلب كل إنسان منذ لحظة ولادته، فهي ليست منة من أحد، بل هي حق إلهي ثابت وميثاق الشرف يعلمنا كيف نحيا بسلام وكيف نحترم اختلافاتنا دون أن نفقد إنسانيتنا. فهي النور الذي يبدد ظلمات الظلم والجسر الذي يربط بين القلوب مهما تباعدت الأوطان وتنوعت الألسن. وقد أكد القرآن الكريم على عظمة النفس الإنسانية بقوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ولقد كرمنا بني آدم. صدق الله العلي العظيم. فجعل الكرامة حقا عاما لكل بشر لا يفرق بين لون أو جنس أو دين. ونختم حديثنا بذكر الدرر الميامين آل بيت المصطفى عليهم أفضل الصلاة والسلام، الذين جسدوا أسمى معاني حقوق الإنسان في أقوالهم وأفعالهم، حين قال سيد البلغاء الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام: الناس صنفان، أما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق. فكانت هذه الكلمات دستورا إنسانيا يزرع الرحمة في القلوب. والحمد لله الذي هدانا، وما كنا نهتدي لولا أن هدانا الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.